السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي وأصدقائي إلى المجلس العاشر من مجالس شهر رمضان المبارك. شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا علمنا أن شهر رمضان هو شهر القرآن فلنجد ونهتم ونقرأ القرآن ونختمه ولو كل يوم 3 ختمات أو ختمتين، أو على الأقل كل يوم ختمة. اجتهد في قراءة القرآن بنية خالصة لله وقلب متأثر وتلاوة هادئة متدبرة حتى تفهم القرآن. إذا قرأت بعض الآيات من القرآن وفهمتها فاسأل نفسك: هل طبقت هذه الآيات على حياتك اليومية أم لا؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتدارس القرآن هو وجبريل عليه السلام يوميا في رمضان، فمن باب أولى أن نتدارس نحن القرآن ونقرأه ونفهمه ونتدبره ونرتله كل يوم في رمضان. هنيئا لمن ختم القرآن في رمضان مرة، وهنيئا لمن ختم القرآن مرتين، وهنيئا لمن ختم القرآن كل 10 أيام، بل هنيئا لمن ختم القرآن كل 7، وأخيرا هنيئا لكل من ختم القرآن كل 3، ولا يختم القرآن في أقل من 3. أحبتي الصائمين، زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا كما قال عليه الصلاة والسلام. اقرأ القرآن أخي الكريم في رمضان وفي غير رمضان، وتدبر في قراءة القرآن. وإذا مررت بآية الجنة فاسأل الله الجنة، وإذا مررت بآية النار فاستعذ بالله من النار، وإذا مررت بآية الرحمة فاسأل الله الرحمة، وهكذا كل ما تمر بآية فاسأل الله من ذلك الخير. ومع انشغال الأهل في رمضان فيا حبذا لو تعمل لك برنامجا لك ولزوجتك ولأطفالك حتى تذكرهم بالقرآن، فإن هذا من أفضل الأشياء. من أفضل المدارسة للقرآن أحبتي أن تكون في المسجد، فإن المسجد بيت الله، وفيه أيضا يخشع القلب ويقبل على الله. فاقرأوا القرآن دائما في المسجد، ولا مانع من قراءته أيضا في البيت. يقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وحفتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وأخيرا أحبتي، تأدب بآداب قراءة القرآن المستحبة، فلتبدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند بدايته، وإذا مررت بآية سجدة فاسجد، وهكذا فعظموا القرآن في قلوبكم واقرؤوه في مصاحفكم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى قراءة القرآن في رمضان وفي غيره، وأن يكرمنا ب7 ختمات أو ب10 ختمات للقرآن في رمضان. وإلى مجلس آخر أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.